حركات التطرف والإرهاب، سواء الحركات الإرهابية أو حركات التطرف الفكري، التنظيمات الإسلام السياسي، الفرصة الذهبية لها هي الأزمات، تنمو خلال الأزمات كما رأينا في سوريا، كما رأينا في ليبيا، كما نشاهد في معظم المناطق. أود أن أشير في البداية إلى الأصل أو البيس، الأساس الذي يفترض أن نبدأ معه هذا النقاش، وهو أن قطر وعلى مدى 20 عاما كانت تعمل لزعزعة أمن الخليج ودعم التطرف ودعم الإرهاب سرا، ولكن بعد المقاطعة، وأيضا كانت تدعم مواقع مشبوهة سواء إلكترونية أو رشاوى تقدمها للإعلام في الشرق والغرب. كانت تعمل كل ذلك قطر سرا، ولكن بعد المقاطعة أو أحد إيجابيات المقاطعة صارت تعمل ذلك علنا، وذلك عندما أعلن أحد المرتزقة من الصحفيين العرب من الدوحة أن قطر تدعم مواقع، أظن موقع عربي 21، ثم أنكر، قال إن حسابه مخترق. إذا أنا أرى أنه هذه الأزمة هي جنة بالنسبة لتنظيمات الإرهاب، لأن هناك علاقة وطيدة بين تنظيم الإخوان ونظام الولي الفقيه في طهران. علينا أن نتذكر أن أول وفد رسمي هنأ الخميني هو وفد تنظيم بعد نجاح الثورة، هو وفد تنظيم الإخوان، وكان للأسف من ضمنهم شيخ سعودي، وهذا تاريخ موثق. علاقة تنظيم الإخوان بإيران قوية، علاقة إيران مع القاعدة قوية رغم الاختلاف العقدي. أيضا قطر لها علاقة قوية جدا مع حزب الله، ولكن كان ذلك يجري شبه سري، وبعد المقاطعة انكشف كل شيء عندما أعلنت قطر أنها ألغت حصول أعضاء حزب الله على تأشيرة لدخول قطر. إذن هذه الأزمة هي جنة لتنظيمات الإرهاب، لن تؤثر عليها، ستستفيد منها. وأيضا تركيا هي الحليف الأكبر لقطر، الذي يجمع هذين الحليفين هو دعم وتمويل تنظيم الإخوان. نعرف أن قطر كانت تخادع دول الخليج، وذلك من خلال الزعم بأنها لا تدعم هذا المتطرف أو ذاك، أو هذا الإخواني المتشدد أو ذاك، وكانت ترسل هؤلاء إلى تركيا. هناك معارضين سعوديين من تنظيم الإخوان، خشيت قطر، هذا كان قبل المقاطعة، أن تستضيفهم، فاستضافتهم على حسابها في قطر، ولا نريد أن نشرفهم بذكر أسمائهم. وبالتالي التحالف القطري التركي الإيراني سيكون جنة لتنظيمات التطرف والإرهاب. قد نشهد، لا أستبعد، تعاون علني لإيران لتنظيم الإخوان مع إيران، قد نشهد تعاون علني لبعض تنظيمات التطرف مثل داعش مثل القاعدة وغيرها مع إيران التي تؤوي بعض رموزها طبعا إيران منذ زمن. قد نشهد تطور في دعم تركيا لتنظيم الإخوان. فأتصور أن هذا التحالف الجديد القطري التركي الإيراني سيجعل حركات التطرف والإرهاب تتعاون فيما بينها علنا بدلا بعد أن كانت تتعاون سرا، وهذا سيكون له طبعا تأثير كبير على أمن واستقرار المنطقة. لا أستبعد أبدا أن يكون هناك تعاون بين حزب الله الشيعي مثلا وتنظيم الإخوان السني، لأن العقيدة واحدة. لا أستبعد أبدا أن نشهد رحيل بعض رموز تنظيم الإخوان إلى طهران. لا أستبعد أبدا أن يكون هناك تعاون وثيق بين كل حركات التطرف والإرهاب برعاية قطرية تركية إيرانية في المستقبل. وقطر تعتقد أن هذه ستكون أحد مخالبها التي تهدد بها أمن المنطقة وتهدد بها تحديدا السعودية والأمارات ومصر والبحرين. يعني فيما يتعلق بسواء الإخوان أو القاعدة أو التنظيمات المنبثقة أو المرتبطة بها عقائديا وفكريا قد تكون الأمور أكثر وضوحا، ولكن ماذا عن تنظيم داعش دكتور أحمد برأيك؟ كيف يمكن أن يستفيد أو أن أن يجد فرصة في هذه الأزمة في هذا التحالف المتجدد، أم أنه بالنسبة له لن يغير من الأمر شيئا فيما يتعلق
يعني نشاطه وخططه المستقبلية في ضوء ما يحصل له سواء في العراق أو في سوريا؟ مشكلة تنظيم داعش أنه تنظيم عنيف ومفضوح. ويبدو لي أنه بعد الهزيمة في بنغازي وبعد الهزيمة في الموصل قد يكون جزء من اللعبة أن تتحاشى الحركات تنظيم الإسلام السياسي، ربما أقول تتحاشى التحالف العلني مع داعش، وإن كانت ستحاول ربما الاستفادة من مقاتلي داعش بطريقة أو بأخرى لزعزعة الأمن هنا وهناك. علينا أن نتذكر أن تنظيم الإخوان المسلمين هو الرحم الذي ولدت منه القاعدة، والقاعدة هي الرحم الذي ولدت منه داعش. تنظيم الإخوان المسلمين مهما أقصد التنظيم السياسي للإخوان الذي يتزعمه القرضاوي، مهما نفى ومهما أنكر، هو الرحم الذي أنتج القاعدة وداعش، وهو الجناح السياسي، والقاعدة هي الجناح العسكري للتنظيم. بالنسبة لداعش طبعا كما ذكرت وضعها مختلف تماما، لأن سمعتها تشوهت عربيا وإسلاميا ودوليا، وقد يكون التحالف معها مغامرة كبرى. لكني لا أستبعد أن تستقطب تنظيم الإخوان أن يستقطب بعض رموز ومقاتلي تنظيم داعش لزعزعة الأمن في الخليج وفي مصر. لكن الذي أنا متأكد منه أن قطر وفي خضم سياساتها المتناقضة وفي خضم ألاعيبها ومحاولاتها لتدويل الأزمة، متأكد أن حلفها مع إيران وتركيا كما ذكر أخي علي وكما ذكرت في مداخلتي الأولى سيكون هناك تعاون علني لا لبس فيه. نحن رأينا زيارات متبادلة بين قادة من تنظيم الإخوان ومن تنظيم الإخوان السعودي والكويتي تحديدا، زيارات من هؤلاء للسيد حسن نصر الله زعيم حزب الله. فالعلاقة بين تنظيم الإخوان وبين إيران وبين حزب الله لم تكن يعني خافية فيما مضى، خفتت قليلا بعد قضية سوريا ودور حزب الله في سوريا، ولكنها موجودة سرا. الآن أنا أتوقع ومع بداية ما يوحي بأن هناك حل للأزمة السورية وخف طبعا القتال هناك وهزائم داعش المتكررة، لا أستبعد أبدا أن يعود التحالف القوي والصلب بين حزب الله الشيعي وبين تنظيم الإخوان السني، لأن تنظيم الإخوان هو حجر الزاوية في كل مخططات تخريب المنطقة. طبعا تنظيم الإخوان يعول عليه كثيرا أردوغان لمشروع خلافته المزعوم، هو يستغل التنظيم إلى أقصى حد ممكن. أردوغان طبعا كسب عن طريق الحركات البهلوانية، كسب الكثير من الشعبية. رأينا كيف انتفض الإخوان المسلمين في المملكة العربية السعودية وفي الكويت عندما حصل الانقلاب المزعوم في تركيا. رأينا كيف انتفضوا انتفاضة رجل واحد، لدرجة أن التكفيريين في المملكة، تخيل التكفيريين الإخوان التكفيريين القطبيين في المملكة أخذوا يدافعون عن أردوغان رغم أنهم أشرس خصوم العلمانية وهو زعيم علماني. طبعا أردوغان يلعب على هذا الوتر، هو يرى أن تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وتنظيم الإخوان المسلمين في دول الخليج المملكة والكويت والأمارات سيكون هو النواة التي تدعم مشروعه للخلافة، نفس الشيء تماما كما يفعل حزب الله. تنظيم الإخوان المسلمين يقوم بذات الدور الذي يقوم به حزب الله في لبنان خدمة لإيران. حزب الله دمر لبنان، شارك في تدمير سوريا، شارك في تدمير العراق، فإيران لها مشروعها التوسعي عماده أو أحد أعمدته حزب الله. تركيا لها مشروع توسعي وقطر طبعا وعماده تنظيم الإخوان المسلمين. هذا سنشهد تحالفات علنية بين تنظيمات الإسلام السياسي الشيعية والسنية. ولنتذكر أن علي خاميني مرشد تنظيم المرشد الإيراني علي خاميني
يتحدث اللغة العربية وترجم كتب سيد قطب. هناك علاقة وطيدة جدا بين الإسلام السياسي الشيعي والإسلام السياسي السني، وسنرى هذا التعاون بدعم لوجستي ومالي قطري وبمساندة تركية وإيرانية. سنشهد تعاون بين تنظيمات الإسلام السياسي كلها، تنظيمات التطرف والإرهاب، وسيكون هدفها الأوحد هو إثارة البلبلة والقلاقل والمؤامرات ضد دول الخليج وضد مصر، ولا يراودون شك في ذلك.